يبدو أن مرحلة سياسية جديدة في الصومال بدأت مع حملات انتخابية لأكثر من 10 مرشحين للتنافس على رئاسة البلاد. أبرز هؤلاء المرشحين مرشح حزب التنمية والسلام الذي يستمد تأييده الشعبي من المؤسسات التعليمية وقوى المجتمع المدني، كونه شخصية أكاديمية لها مساهمات في إرساء دعائم التعليم الجامعي في الصومال وتقوية دور منظمات المجتمع المدني، والذي يتعهد بتغيير سياسي سلمي في البلاد. من المبادئ التي نؤمن بها لتعافي الصومال الجديد أن تكون الشريعة الإسلامية أساسا لجميع مظاهر الحياة، وأن يكون التغيير السياسي تغييرا سلميا يرتكز على الأمن والسلام وليس القوة والعنف وقتل الناس. كما تشارك في هذه الحملات شخصيات مستقلة مثل عبد الرحمن عبد الشكور الذي شغل منصب وزير التخطيط والتعاون الدولي سابقا وأصبح عضوا في البرلمان، والذي يأتي تحقيق العدالة في مقدمة برنامجه الانتخابي. من ضمن برنامجي أن نركز على تحقيق العدالة من خلال بناء مؤسسة قضائية، ولا يمكن أن نتمتع بالسلام ما لم نرسي دعائم قضاء عادل. كل أسباب الفوضى هي افتقارنا إلى العدالة، ولذلك سنعمل على العدالة. رئيس العلاقات الخارجية لحزب المؤازرة للوطن أستاذ جامعي عاد من المهجر وله تأثير في الرأي العام، يعتبره كثيرون المرشح الوحيد الذي لديه توجه ليبرالي، ويرى حزبه أنه الوحيد الذي يملك القدرة على حل المشكلة الأمنية إذا عين في المنصب. نعطي الأولوية للأمن، وسنعمل على تشكيل جيش صومالي يتدرب داخل البلاد عدده ما بين 25 و30 ألف عنصر، 6000 منهم مكلفون بحراسة الساحل الصومالي من سفن الصيد غير القانونية والقراصنة. وبما أن شيوخ العشائر هم من يحدد أعضاء البرلمان القادم الذي هو الآخر سينتخب الرئيس الصومالي الجديد، فكل مرشح يركز في حملاته الانتخابية عليهم لكسب تأييدهم. ميزة الانتخابات القادمة هي إجراؤها داخل البلد خلافا للانتخابات السابقة، ويأمل عامة الصوماليين أن تكون قيادة المرحلة القادمة قادرة على بسط الأمن للوصول إلى انتخابات مباشرة قد تعيد إلى الصومال مكانته. عمر محمود، الجزيرة، مقدشو.